يلا كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. ان شاء الله هنبدأ بقى نعمل وصفات ومخبوزات العيد. اول حاجة هنعمل البسكوت الزبدة، حلو وجميل جدا ومظبوط وهيطلع معاكي مظبوط جدا. هنعمله بالكيس الحلواني وان شاء الله هيطلع احلى من اي مرة انت عملتيها قبل كده. هنحتاج كيلو من الدقيق، يكون دقيق كويس ويكون لجميع الاستعمالات او مخصص للكحك والبسكوت. عندنا كمان السكر 380 جرام من السكر البودرة، ويكون منخول، حتى لو انتي جايباه من برا لازم تنخليه. وعندنا كمان 600 جرام من الزبدة، تكون طالعة من التلاجة، واربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة. هنحتاج حاجة بسيطة جدا من البيكنج باودر، حوالي معلقة صغيرة ممسوحة واقل كمان. عندي كمان الفانيليا، هناخد فانيليا معلقة كبيرة، ورشة من الملح. كمان هنحتاج ربع كوباية من اللبن، تكون بدرجة حرارة الغرفة. كده مقاديرنا تاني: كيلو من الدقيق، و600 جرام من الزبدة، 380 جرام سكر، 4 بيضات، فانيليا وبيكنج باودر ورشة ملح. نخلنا الدقيق الأول، وهنحط رشة الملح ومعلقة ممسوحة صغيرة من البيكنج باودر، وهنقلبهم كويس مع بعض. 600 جرام من الزبدة طبعا بتكون طالعة من التلاجة، فهقطعها بس عشان خاطر تبقى سهلة معايا في المضرب أو في العجان. ونضربهم مع بعض دقيقة، وبعد كده ننزل بالسكر البودرة طبعا المنخول. بعد كده بنخليهم بقى يضربوا مع بعض، وكل شوية بقلب وبجيب الجوانب عشان خاطر كله يمتزج مع بعضه، وعايزاه يبقى كريمي جدا. بعد كده هننزل بالبيض، بيضة بيضة، واخر حاجة هنحط معلقة من الفانيليا. عايزة الخليط يبقى كريمي، انا استخدمت الاول الكف وبعد كده استخدمت المضرب بتاع البيض. اهم حاجة الخفق الكتير عشان خاطر يدينا القوام الكريمي لهش، علشان خاطر هو ده اللي هيفرق معانا في البسكوتة. كده بقى جاهز معايا. هحط بقى خليط الزبدة على الدقيق وهقلبهم بس مش اكتر، لغاية اما الدقيق يختفي. كده الخليط جاهز، هنقسمه لنصين، هنعمل جزء فانيليا وجزء بالشوكولاتة. فهستخدم معلقتين من الزبدة قدامهم معلقتين من الكاكاو الخام الأسباني. طبعا لو عاوزة تزودي يبقى مقدار الزبدة زي مقدار الكاكاو بالظبط. هنقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية ما يمتزجوا، وبعد كده نحط خليط البسكوت عليها ونقلبهم كويس جدا. كده كله جاهز معايا. عندي ربع كوباية من اللبن هضيفها على الخليطين، وهقلبهم بس لغاية ما يختفي اللبن. بعد كده تبقى جاهزة معايا للتشكيل. مش عايزين نقلب كتير بعد ما نحط اللبن، عشان خاطر كده البسكوتة بتاعتنا هتعضم وتبقى مش حلوة. في التشكيل هستخدم النجمة المفتوحة او المشط المتعارف عليه للبسكوت، بس انا هستخدم النجمة المفتوحة لان المشط عندي صغير قوي. هبدأ ان انا اشكل بالشكل ده كده. الصاج بتاعي مش دهناه اي حاجة، وهبدأ ان انا اشكل عادي جدا عليه. ممكن تضيفي ورق زبدة لو انتي عارفة ان الصاج بتاعك بيحرق ويلسوع الحاجة بتاعتك يعني. كل صاج بخلصه بحطه في التلاجة لمدة 10 دقايق، وبحطه في الفرن بعد كده درجة الحرارة 160. بياخد اللون من فوق ومن تحت من غير ما اشغل الشواية، بيطلع معايا بالشكل الحلو ده كده. هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. لازم احطه في التلاجة لمدة 10 دقايق قبل ما ادخله الفرن. الصاج او الصينية اللي فيها اللي بالكاكاو لازم احط واحدة كده من اللي هو الفانيليا عشان يعرفني السوا وابقى مظبطة السوا مظبوط. بياخد حوالي تلت ساعة في الفرن، بيبقى مظبوط جدا. لو لازق في الصاج بتاعك اخبطيه بس كده على الرخامة، هيفك كله من بعضه، وما تقلقيش ان شاء الله مفيش اي حاجة هتلزق. جميل جدا ما شاء الله، حلو جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وياريت لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. وياريت تعليق حلو منك يشجعني ان انا اكمل كدعم ليا. بصوا قد ايه البسكوتة حلوة وجميلة وهشة جدا من جوه، والرسمة بتاعتها ما اتغيرتش خالص بعد ما ده طلع من الفرن. جميلة جدا، اتمنى تجربيها وان شاء الله تعجبك، واستنوني في وصفات كتير للعيد. ولو عاوزين وصفة معينة للعيد ياريت تقولولي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا جدا ليكم ومتابعتكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.